بين الأزواج مش لازم كل حاجة يتعبر عنها بالزعيق. العلاقات بين الأزواج مش لازم كل مشكلة أو كل خلاف بينا أو كل حاجة نزعل علشانها نعبر عنها بالزعيق والصوت العالي والناس تتفرج علينا. أساليب كتير ممكن نعبر بيها عن الحاجات اللي مضايقانا من الطرف التاني. ودايما بقول لبناتي إن الزوجة الذكية هي اللي تعمل حساب وقت الزعل زي ما بتعمل حساب وقت الرضا بالظبط. الزوجة الذكية من مواصفاتها إن هي بتبقى عاملة جو جميل بينها وبين زوجها. كفاية قوي إن هي تلمح بس إنها زعلانة أو متضايقة بانقطاع الحاجة الحلوة دي، فيبدأ هو يعرف فيحس إن في حاجة مش مظبوطة أو العلاقة كده إحنا متضايقين من بعض أو هي زعلانة ليه. دي وسيلة من وسائل التعبير، بس الزوجة الذكية بس هي اللي بتستخدمها. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها إن هو إمتى بيعرف هي غضبانة أو مبسوطة. إني لأعرف غضبك ورضاك. فالسيدة عائشة تقول له كيف ذاك يا رسول الله؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليها ويقول لها إن وقت رضاكي بتقولي بلى ورب محمد، فتنطق اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنت ساخطة قلتي بلى ورب إبراهيم. من ذكاء السيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين إن هي كانت عاملة جو كده بينها وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بتقول كلمات معينة بيعرف منها إن هي في الوقت ده مبسوطة ومش متضايقة. الزوجة الذكية هي اللي تعمل ده مع زوجها، يكون في حاجات معينة يفهم منها. يجيلي مثلا زوج في الاستشارات فيقول لي والله أنا ببقى عارف هي إمتى مبسوطة، مثلا تقوم كده تبقى منطلقة ومحبة للحياة، تروق البيت، تعمل جو حلو، تعمل لنا حاجة حلوة في البيت ناكلها مع بعض. ولما بيكون مزاجها مش رايق ممكن تقطع الحاجات الحلوة دي، ما بتتغيرش ولا تعمل حاجات وحشة، ولكن بس الحاجات الحلوة بتتقطع، لأن الأصل إن في حاجات حلوة هي عاملاها قبل كده، فبالتالي عملت برمجة داخلية إن أنا وقت الفرح ده موجود، ووقت ما أزعل منك شوية أو أختلف معاك الحاجة دي بس هي اللي هتتقطع. مش هنقعد نزعق ونهلل ونعلي صوتنا والناس تسمعه، لا، كفاية انك تعرف اني متضايقة وكل لبيب بالإشارة يفهمه. ونلاقي بقى سلوك السيدة عائشة رضي الله عنها لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها كده، فهي تقول له ايه بقى؟ بص الرد الجميل من الزوجة الذكية، والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. هو بيقول لها كلام حلو فهي بتبادله كمان نفس الكلام الحلو. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها انك انت لما بتكوني زعلانة بتقولي كده، ولما بتكوني راضية بتقولي كده. فتقول له لا 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 أهجر إلا اسمك، انت جوه القلب زي ما انت، بس انا بغير الاسم. الشاهد من كلامنا ان الزوجة الشاطرة بتكون عاملة جو حلو بينها وبين زوجها يعتاد عليه ويحبه، ولما تزعل شوية ممكن بس تبعد الحاجة الحلوة دي، يا دوب تديله إشارة أو تلميح إن هي فيها حاجة مضايقاها. يبدأ هو بقى طبعا لأنه حابب الجو الجميل بينهم، يبدأ هو يشوف إيه الحاجة الغلط اللي أنا عملتها أو هي زعلانة ليه. مش لازم التعبير دايما يبقى بالصوت العالي، وده فن التعبير عن الغضب وإدارته.